السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد عبر قناة تركيب الأقمار وأحدث الترددات على اليوتيوب. مستمرين معاكم في سلسلة القنوات والترددات الجديدة، والنهاردة معانا فيديو جديد. والنهاردة هنتكلم عن تردد قناة سما بغداد عبر القمر الصناعي نايلسات 2024. طبعا تردد قناة سما بغداد 2024 هي قناة جديدة ظهرت عبر القمر الصناعي نايلسات. القناة متخصصة منوعات، يعني تعرض مسلسلات وافلام واخبار، يعني كل حاجه. النهارده هنتكلم مع بعض عن تردد قناه سما بغداد. التردد هيكون حزمه عامه 10815، يبقى الناس تسجل معانا التردد 10815 مع معدل ترميز 27500. ده درجه الرمز او معدل الترميز 27500. والاستقطاب هيكون افقي اللي هي حرف الاتش. يبقى الاستقطاب هيكون افقي اللي هي حرف الاتش. طبعا القناه بتعمل على انواع الاجهزه، وعلشان نبدا ننزل القناه بنبدا نروح للشاشه وبنعمل الخطوات التاليه علشان نقدر ننزل اي تردد قناه جديده ظهرت على القمر النايل سات على جميع انواع الاجهزه. طبعا والنهارده معانا الريسيفر الصيني اللي هو الريسيفر العادي. هنبدا نعمل بحث علشان نشوف تردد قناه سما بغداد الجديده عبر القمر الصناعي نايل سات 2024. هنبدأ نعمل بحث عن تردد قناة سما بغداد علشان الناس اللي بتشاهد الفيديوهات تعرف تعمل بحث أي قناة عايزة تنزلها. بنبدأ كده ندوس على زر منيو. بعد كده بتبدأ تظهر معاك عدة قوائم وتبدأ تختار إنشاء قناة. تبدأ تدوس على التردد وتبدأ تكتب التردد اللي أنت عايز تكتبه. تمام. هنكتب النهاردة مع بعض تردد قناة سما بغداد هيكون 10815، وهندوس اوكي. وطبعا درجة الرمز بتكون 27500 27500، وبتخلي حرف الاتش. بتبدأ تظهر معاك الإشارة تحت 46 على الصفات الصينية. تبدأ تدوس على كلمة حر مجاني اوكي. ما بتعملش حاجة تاني، كل اللي عليك بتصبر كده لحد ما ينتهي البحث وبتبدأ تدوس على كلمة موافق. بتلاقي القناة نزلت على التردد ده، تردد قناة سما بغداد الجديدة عبر القمر الصناعي نايلسات 2024. ده كان فيديو النهارده عن تردد قناة سما بغداد. انتظرونا في الفيديوهات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.